صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي هيظهر لكم فيه الفيديو فيه. النهارده هنعمل مع بعض مربى الرمان او صوص الرمان، حاجة حلوة كده تنفع في الحلويات وفي الاكل. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو ونشوف هنعمل الصوص الحلو ده ازاي. انا عندي هنا رمان، وعايزة اقول لكم على معلومة: لازم نجيب الرمان البلدي اللي هو مقفول. المفتح ده بيبقى فيه هرمونات كتيرة، ده احسن من التاني. هوريكم. طبعا انا كنت عملت كمية حلوة، فصصتها وبكل سهولة، مش بياخد معايا وقت بالطريقة دي، طريقة سهلة خالص. بجيب الرمونة، اشيل الحتة اللي من فوق، وابتدي اعملها شرايح كده، وهشيل القلب، الحتة في القلب الابيض اللي بتبقى ماسكاها كده عشان تتفرغ معانا بسهولة. بشيل القلب الابيض ده، بيبقى فاضي مفهوش حاجة، وهبتدي اقلبها على ايدي وبأي حاجة. انا جبت معلقة خشب، ابتدي اخبط على الرمانة بالطريقة دي، بتفض كل اللي في قلبها وبكل سهولة. يعني في 10 دقايق او ربع ساعة بعمل 2-3 كيلو، ما بياخدوش معايا اي وقت، بطريقة سهلة خالص، وبنفض بها الرمان بالشكل ده. وهنا انا كنت خلصت الكمية كلها وغسلته كويس، وشلت الحاجات البيضة اللي كانت فيه، غسلته مرة واتنين. بس كان معايا رمانة بيضة كده كانت لونها فاتح قوي، هي اللي مدياني الشكل الابيض ده. هبتدي بقى اخد الكمية كلها واعصرها من غير مية ولا سكر ولا اي حاجة، مش هحط فيه اي اضافات. بعد ما عصرته هصفيه. لازم اصفيه كويس عشان الشوائب والبذور اللي نزلت منه. بجيب مصفى واجيب الحلة اللي انا هعمله اسويه فيها، وهصفيه كويس عشان نحطه على النار ونحط له السكر. لازم يتصفى كويس، ما ينفعش نطبخه كده بالبذور اللي فيه. وهنا بقى خلصنا تصفية، شايفين البذور اللي طلعت منه كمية كبيرة. هبتدي بقى اشيل الريمة اللي على الوش دي، خطوة مهمة عشان وهو بيغلي ما يفورش، الريمة دي بتفور. نشيلها كويس ونضيف له كوباية ونص سكر. الكمية الرمان كانت عندي في حدود 3 كيلو، بس طبعا طلع منها قشر كتير وبذور كتير، فانا هحط كوباية ونص سكر. ضفت كوباية وهضيف نص كمان، واقلبهم كويس، ادوب السكر كويس، وبعد كده ارفعه على النار. هنا بيغلى على النار، هبتدي اشيل الريمة اللي عليه، وبعد كده اهدي عليه النار واسيبه لحد ما يستوي خالص. وبعدين بنحط نص ليمونة، نص من الليمونة دي في المرحلة الأخيرة قبل ما نطفي عليه ب10 دقايق. بنحط نص الليمونة، مش بنحطها من الأول مع المربى عشان ما تمررش. بنحطها في الآخر كده ونسيبه يغلي 10 دقايق ونطفي عليه. وكمان معلقة صغيرة قرفة. القرفة على فكرة بتتحط في كل المربى، بتدي طعم حلو قوي. اللي مش بيحب طعم القرفة ممكن يستغنى عنها. وده شكلها النهائي بعد ما صبناها في البرطمان. تقيلة كده وجميلة، تنفع تتاكل مربى وتنفع تتعمل بيها تشيز كيك، تتحط على الوش كده بدل الفراولة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة. اشوفكم على خير، باي باي.